في حكايه سمعتها من زمان ولسه قلبي بيتقبض كل لما افتكرها. تابع معايا عشان تعرف ايه الغرض من الفيديو. الحكايه عن اخين، والاخين هم سامي وشريف، جايين من بطن واحده، عاشوا مع بعض في بيت واحد، كبروا مع بعض وكانوا دايما بيلبسوا هدوم بعض وبياكلوا من نفس الطبق. ابوهم مات وساب لهم بيت وقطعه ارض بسيطه. سامي كان عايز يبيع ارض ابوه وياخد منها نصيبه، وشريف كان عايز يحتفظ بالارض عشان ذكريات ابوهم. الكلمه جابت كلمه واتخانقوا مع بعض. سامي قال له انت اخويا الصغير ومش هتمشي كلامك عليا، وكان مصمم ان هو يبيع الارض. شريف رد وقال له ده انت بتبيع العشره مش بتبيع الارض، كلامي ليك كان باختصار ذكريات ابوك في الارض دي وانا مش هفرط فيها ايا كانت. السنين عدت وكل واحد عاش في حاله وما عادوش بيكلموا بعض ولا يعرفوا حاجه عن بعض. بعد سنين كتير سامي جاله تليفون وملخص المكالمه اخوك شريف تعبان وفي العنايه المركزه. بدون تردد جرى سامي على المستشفى. اول ما دخل الغرفه في المستشفى لقى اخوه على جهاز التنفس، وطبعا في انفاسه الاخيره قرب منه ومسك ايده وقال له انا اسف يا شريف، انا كنت غلطان وحقير قوي. شريف هو على جهاز التنفس فتح عينه بالعافيه ونزلت دمعه من عينه، وقال له وهو بيعيط كنت حاسس وقلبي بيقول لي انك هتجيلي، عمر الدم ما يبقى ميه، مع ان سنين كتير عدت وانت بعيد عني لكن كنت دايما في بالي، ده انت اخويا وحته مني ازاي مش هتبقى في خيالي. وبعدها بشويه الانفاس الاخيره خرجت ومات. كل اللي انا عايز اوصله لك من الفيديو دون، الفلوس بتروح وتيجي بس الاخ اخ حتى لو راح، صدقني مفيش حاجه في الدنيا ممكن تعوضه. ما تخليش الدنيا تسرق اغلى ما ليك منك. لو بينك وبين اخوك زعل روح كلمه وصالحه، لان اللحظه اللي بتتاخر فيها بتفضل تندم عليها طول عمرك. اعمل منشن لاخوك وقول له انت اغلى ما عندي. انا عمر عيد، سلام.